هدية بيراميدز الثانية للأهلي صفقة من العيار الثقيل. منح فريق بيراميدز هدية من العيار الثقيل إلى النادي الأهلي وتسبب في تعديل وجهات النظر بشأن بعض القرارات. تمسك من جانب إدارة النادي الأهلي باستمرار المحترف المغربي رضا سليم في الموسم الجديد بعد التألق بشكل قوي في لقاء بيراميدز الذي حسمه المارد الأحمر بهدف وسام أبو علي. وترى إدارة النادي الأهلي أن النجم المغربي يستحق البقاء، ومن الممكن أن يتطور من الناحية الفنية بشكل أكبر حال حصوله على ثقة مارسيل كولر في الفترة المقبلة. وتراجع النادي الأهلي عن التفكير في رحيل المغربي رضا سليم في الفترة المقبلة بعد وصول عروض مغربية لبحث إمكانية ضمه على سبيل الإعارة. وتخلى رضا سليم عن العديد من السلبيات في طريقة لعبه، وهو ما جعل مارسيل كولر يعود لمنحه الفرصة من جديد. الابتعاد عن الأنانية. ابتعد رضا سليم عن الفردية في طريقة اللعب بناء على تحذيرات من جانب المدير الفني مارسيل كولر في الفترة الماضية. تنفيذ الدور الدفاعي. نفذ رضا سليم تعليمات مارسيل كولر بشأن العودة إلى الخلف والقيام بالأدوار الدفاعية، وكان ذلك كلمة السر في الهدف الذي سجله وسام أبو علي. سلاح العرضيات. عاد رضا سليم للقيام ببعض التعليمات الفنية من المدير الفني مارسيل كولر في مركز الجناح، والتي يطلبها منه كولر من خلال تنفيذ العرضيات بشكل خطير على مرمى المنافس، وهو السلاح الذي عاد للظهور في مواجهة بيراميدز. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير عشان يوصلك كل جديد في جديد وكل المعلومات الفنية عن النادي الأهلي. وسباق التتويج في الدوري المصري، المباريات المتبقية بين النادي الأهلي وبيراميدز. فوز هام حققه النادي الأهلي على المصري البورسعيدي بهدف دون رد في سباق المنافسة على لقب الدوري المصري ليحقق فوزه ال15 على التوالي، بينما تعثر بيراميدز للمباراة الثالثة على التوالي بالتعادل مع الزمالك 1-1. ورفع الأهلي رصيده إلى 69 نقطة من 27 مباراة، مستردا الصدارة بفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز الذي لعب 3 مباريات أكثر. ويتبقى للأهلي 7 مباريات في الدوري المصري، منها 4 مباريات مؤجلة، بينما يتبقى لبيراميدز 4 مباريات منها مؤجلة واحدة. ونستعرض معكم مباريات الأهلي وبيراميدز المتبقية في الدوري حتى نهاية المسابقة. الأهلي وسيراميكا كليوباترا مؤجلة من الجولة 19 يوم الاثنين 29 يوليو في استاد القاهرة الساعة 9 مساء. الأهلي والبنك المصري في الجولة 32 يوم الخميس 1 أغسطس على استاد القاهرة في الساعة 9 مساء. الأهلي والمقاولون العرب مؤجلة من الجولة 23 يوم السبت 4 أغسطس باستاد القاهرة 9 مساء. سموحة والأهلي مؤجلة من الجولة 24 يوم الخميس 8 أغسطس باستاد برج العرب بالإسكندرية الساعة 9 مساء. النادي الأهلي وزد مؤجلة من الجولة 25 يوم الأحد 11 أغسطس باستاد القاهرة الساعة 9 مساء. نادي إنبي والأهلي الجولة 33 يوم الأربعاء 14 أغسطس باستاد المقاولون العرب الساعة 9 مساء. الأهلي ومودرن سبورت الجولة 34 يوم السبت 17 أغسطس باستاد القاهرة الساعة 7 مساء. مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري. فاركو وبيراميدز في الجولة 32 يوم الثلاث 30 يوليو باستاد حرس الحدود الساعة 9 مساء. بيراميدز ونادي زد مؤجلة من الجولة 29 يوم السبت 4 أغسطس باستاد الدفاع الجوي الساعة 9 مساء. بيراميدز والداخلية الجولة 33 يوم الأربعاء 14 أغسطس باستاد الدفاع الجوي الساعة 9 مساء. طلائع الجيش وبيراميدز الجولة 33 يوم السبت 17 أغسطس باستاد الكلية الحربية الساعة 7 مساء. وهذا قد استعرضنا كل المباريات المتبقية للنادي الأهلي ونادي بيراميدز لحسم مسير الدوري المصري. مقدما مليون مبروك للنادي الأهلي بعد صدارة الدوري المصري والتقدم على بيراميدز بفارق المباريات المباشرة،
ونستعرض كل ما هو جديد عن النادي الأهلي. وأرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد في جديد أخبار النادي الأهلي.